السلام عليكم. اليوم القضيه ديالنا من المغرب حتى هي من الصحراء، من قلميم باب الصحراء في 1988 فاش وقعت. المهم قبل 1988 فاش وقعت الجريمه، قبل بزمان كانوا واحد جوج ولاد صحاب، مسعود اللي هو البطل ديال القصه ديالنا وعلي، كانوا صحاب الروح للروح. ومسعود توفات امه وخلاته هو وثلاثه البنات قبل منه، هما بربعه. ناض باه تزوج، بما انه يعني خصو يتزوج وجاب مراه باش تقبل الوليدات. هو خدام بعيد، كيجي على شهرين على 3 شهور عاد كيجي للدار. فمرت باهم دوزت عليهم الويل، البنات كانت قاهراهم، واللي وصلت شويه مرحله ديال الزواج كتزوجها لشي واحد من عائلتها، فبحال حكماتهم زوجاتهم لقبيلتها هي لعائلتها، وبقى مسعود مسكين كيعاني معاها. ولادها كانت كتفرق بينه وبينهم يعني ب 360 درجه. فكان الملجأ الوحيد ديالو هو صاحبه علي القبيله ديالو لاباس عليهم، العائله ديالو لاباس عليهم. فكان كيمشي يجلس عنده لدرجه انه كيجلس عنده حتى سيمانه 10 ايام ماشي مشكل، كينعس معاه ياكل عندهم وكل شيء. المهم مشات الايام وجات الايام، كبروا الدراري، كبر مسعود كبر علي زوجوه دارهم بما انهم لاباس عليهم، يعني واخا ما خدامش زوجوه. تزوج وولد بنيه، ومسعود كيقلب حتى انا خصني نتزوج، صاحبي تزوج حتى انا خصني نتزوج، يعني ماشي الحاجه اللي دارها الواحد كيديروها بجوج، يعني صحاب الروح للروح. كيمشي يهضر مع مرت باه، كتقول له نونو بعيونو انا ما تجيب لي حتى واحد، انا بغيتك انت تخرج من الدار، عاد باغا تجيب لي انت وحده اخرى تسكن معاك هنا. كيهضر مع باه كيقول له انا ما سوقيش، انا ما نقد نهضر معاها، ما نقد نقول لك حتى حاجه، الا قبلت لك هي توكل على الله، ما قبلت لكش ما عندي ما ندير لك. فبقى كيقلب، كيمشي يخطب، كيقولوا له شنو خدام ما خدامش، راني كنسايل العسكر ما خدامش، راني كنسايل العسكر. فكيتم الرفض حتى تلاقى مع واحد بنت الناس قالت له انا ما عنديش مشكل، هضرات مع عائلتها وافقوا، هضر مع با باش يمشي يخطب له، قال له باه انا ما نقدرش، انا ما دخلنيش في هذا الشيء، ما قدش على الغوات مع مراتي، ما قدش على الصداع. مشى عند صاحبو علي وعند باه بصاحبه، قال لهم تمشوا معايا نخطب وكذا. قال له بصاحبه انا ما عنديش مشكل، ولكن باك خصو يكون قابل. هضر مع باه قال له باه انا قابل، ولكن ما قد ندير حتى شي حاجه، خايف من مراتي بصريح العباره. قال له سير انت باش حتى فاش تعرف وكذا تجي تلومني ولا نقول لها انا نهز يديا الفوق، نقول لها كواك عباد الله انا ما فراسي حتى شي حاجه، حتى انا بحالي بحالك. داكشي اللي وقع. مشى علي وباه والعائله ديالو مشاو مع مسعود، خطبوا اتفقوا على كل شيء، حتى العائله ديال البنت يعني ما كانوش معاهم خايبين ولا فرضوا عليهم شي حوايج، ولا قال لهم حنا كنشريو راجل كما كيقولوا. وداك مسعود كان يعني انسان مزيان، وكيسولوا عليه داخل سوق راسو مزيان الله يعمر راسلها. قبلوه ودار واحد العرس اللي هو بسيط بسيط بسيط، ما كلفوش على مسعود. مسعود هز مراته ومشى لدارو، مشى لدارهم في بيته، دوز مع شي 2 سيمانات ولا 3. ها العسكر بداو كيدخلوا الناس. مشى دفع هو وصاحبه علي وتقبلوا، لانهم عندهم شهادات دراسيه وحتى الصحه ديالهم يعني مقبوله، الجسم الطول وهداك الشيء مقبول. بداو كيديروا التدريبات كيخصهم يبقاو في المعسكر 4 شهور ولا 6 شهور هما في المعسكر. فاش دازت شهرين جات مراته تكلموا، قالت له انا دابا راني في دار با، راني ما كايناش في الدار. قال لها علاش؟ قالت له مرت امك ويلي، مرت باك قتلاتني خنقاتني، هي كدير لي مشاكل، وبناتها الصغر كيديروا لي المشاكل، وخواتاتك الاشقاء فاش كيجيو كتحرضهم عليا وكيديروا لي المشاكل. فمشيت عند دار با، قال لها صافي جلسي عند دار باك حتى نكمل ونخرج ونكريو دار وحدنا. قالت له صافي. المهم دازت شهرين اخرى، في الشهر الرابع كيتهرس مسعود في التدريب، تهرس من فخدو، من النص ديال فخدو، يعني تهريسه خايبه، تهريسه ديال النص ديال الفخذ. مشى للسبيطار، بقى في السبيطار تما على ما يديروا له عمليات. المهم كان يجلس بزاف د الوقت تما. في هذا الوقت صاحبو علي كمل التدريب ديالو، بدا الخدمه ديالو، كان كيمشي يخدم الصباح وعشيه ديالو، كيرجع لدارو. فاش بدا كيخدم هكا مشى كيطلع على صاحبو في السبيطار، قال له صاحبو عفاك غتخدمني في واحد الخديمه، غتمشي للدار بمراتي وغتجيب لي عندها الفراش وداكشي اللي خاصني، راه انا ما بغيتهاش تجي هنا للسبيطار، لانه سبيطار العسكر يعني فيه بزاف رجال وبزاف، فما بغاش مراتو تجي.
صاحبو علي قال له مرحبا، مشى عند دار باها قال له باها ودي دابا راها في دار الاب ديال مسعود، راه لانه عندها بيتها تماك، فمشات تجيب داكشي اللي محتاجه من تماك، سير عندها. مشى عندها علي، دق شكون اللي كتخرج له؟ كتخرج له مرت الاب ديال مسعود اللي ما كتحملش علي، ما كتحملش قبيلته، لانهم هما اللي وقفوا مع مسعود حتى تزوج. قالت له اش بغيت؟ قال لها بغيت مرت مسعود تعطيني داكشي اللي محتاج باش نديه له. دخلت عيطات لها، خرجت مرت مسعود قالت له بلاتي وجدت لك داكشي، وجدته له. هز هذاك الشيء مشى دا لصاحبو للسبيطار، صافي ودازت الايام، دازت هذيك واحد المده ديالو اللي كان في السبيطار، دازت. مسعود في السبيطار، علي كيمشي يخدم، فاش ما كتكونش عنده الخدمه كيدوزها في السبيطار، داك الوقت كيدوزو في السبيطار مع صاحبو، يعني واخا مزوج وعنده بنت كان كيجلس مع صاحبو بزاف. حتى برا مسعود ورجع كمل التدريب ديالو وبدا كيخدم. مشى جاب، يعني من كمل التدريب وصافي ورجع كيخدم، مشى جاب مراته من دار باها ورجعوا للبيت ديالهم في دار باه. هو قال لها غادي نبقاو نجمعوا بشويه بشويه من الخلاص ونشوفوا كيفاش نديروا، نكريو ونخرجوا، ولا المهم يمشيو ويعيشوا حياتهم. في هذه الفتره مرت باه غتبدا اللعبه ديالها. مشات عند مسعود قالت له واش انت طايح على راسك فاش كنت صغير، ولا واش انت زعما مكلخ لهاد الدرجه؟ قال لها علاش؟ قلت له واش ما عقدتش بمراتك انها كتخونك مع صاحبك علي؟ قالت له كتخونك مع صاحبك علي؟ قال لها ما يمكنش، واش انت حماقيتي اش كتقولي؟ واش مراتي مع صاحبي مع خويا علي؟ راه ما يمكنش. قالت له ما تيقتنيش، غنجيب لك الشهود. جبت له خواتاتو الاشقاء للاسف، جبتهم قالت لهم قالوا له راه فاش كنكونوا هنا راه كنشوفوه كيجي، فاش كنت في السبيطار راه كيجي يسول عليها. قالت له مرت باه شت نهار صيفطو باش ياخذ لك الفراش، جا لعندنا هنا ومشيت لعندها للبيت قلت لها تكلمي راه عالي صاحب مسعود راه برا بغى يديرو داكشي اللي خاصو، وخرجت عنده بلا ملحفه، بما انه في الصحراء كيلبسوا الملحفه. قالت له خرجت عنده بلا ملحفه، شعرها عريان وما دايراش الملحفه، وخرجات وبقات كتهضر معاه كي 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 كي, كي وكيضحكوا، هو كيقول لها جيتي زوينه وشعرك زوين وما عرفت شنو، كيتغزل فيها. ومن بعد بقى كيجي يكلمها مره كيجي يسول فيها في الدار وكذا. صافي مسعود يعني صافي تيق. مرت با كاع في الاول بغى يكذبها، جاو خواتاتو الاشقاء بثلاثه، يعني ما فهمتش انا، جاو اكدوا له الكلام، ولكن خواتاتو راه محكومين، راه يعني مزوجاو من العائله ديالها، فعلماتهم وشرباتهم داك الخبث اللي فيها. صافي بقى كياكل في قلبه، كياكل في راسو، ما قال والو لمراتو وما قال والو لصاحبو علي. اشنو بدا كيدير؟ بدا اي حاجه دارتها مراتو او لا دارها صاحبو كيربطها هو بهذا الموضوع. مثلا صاحبو عنده طوموبيل، كيقول له كيبغوا يخرجوا، كيقول له ما تجيش على رجليك، ولا انا غنجي عندك للدار ونهزك. اش كيقول مسعود؟ بغى يجي عندي للدار، اذا بغى يجي يشوف مراتي، ولا متوعد هو وياه يتشافوا ولا شي حاجه. مراتو مثلا عارفه علي راه هو اللي جا خطب معاه، هو اللي وقف معاه، وحياته كامله هو وقف معاه، لدرجه انهم فاش خدموا بجوج علي كان كيعاونوا في المصاريف، بما انه علي لاباس عليه. كتقول له كطيب شي حاجه، مثلا عندهم نهار الاخر خدمه ولا، كتقول له هذا باش تاكلها انت وصاحبك. شكون صاحبي؟ صاحبك علي. مصيفطه له الماكله، اذا كتفكر فيه. المهم اي حركه داروها هو كيفسرها بنيه خايبه، لدرجه انه صافي ما قدرش يتحمل هذا التفكير، لجا للمخدرات، لجا للكيمياء، لجا للحشيش، لجا. المهم بقى كيدير كيتعاطى، بقى كيتعاطى صافي حتى صافي بغى يحماق. مراتو لاحظت عليه، راه دازت عليه شهور وهو كيفكر هكا. مراتو لاحظت عليه هذا الموضوع، كتقول له مالك؟ قول لي شنو عندك؟ كيقول لها ما عندي والو، ما بيا والو، ما فيا حتى شي حاجه. صاحبو حتى هو كيقول له واش عندك شي مشكل؟ واش؟ كيقول له ما عندي حتى شي حاجه. حتى لواحد النهار يومين ما نعسش، يومين متابعه ما نعسش، وهو عطيها التعاطي. مشى عند صاحبو قال له اجي غنوريك، اجي عندي للدار. قال له صاحبو عالي فين غنجي عندك للدار؟ انت ساكن في دار باك، ما عندكش يعني شي بلاصه فاش غنجلسوا حنا ولا؟ قال له لا خصك تجي، بغيت نوريك شي حاجه. قال له واخا. جا عنده، دخلو، مشى به ديريكت لبيت النعاس. دخلوا لبيت النعاس، قال له علي شنو كدير؟ علاش مدخلني لبيتك ديال النعاس؟ جا عيط على مراتو، مرات مسعود، قال لها اجي. جات وعندها بنيه في يدها، لانه راه ولدات معاه، راه مده ديال الوقت. جات
قالت له علاش مدخل صاحبك للبيت؟ قال لهم يعني بغى يدير لهم مواجهه، قال لهم مادام كتخونوني وكتبغيو بعضياتكم يلا اعترفوا لبعضياتكم قدامي. قال له علي واش حماقيت؟ اش كتخربق؟ ومراتو كتغوت عليه اش كتخربق؟ والمهم وناض الغوات تماك، هو يجبد واحد الموس من جنبو كان مخبعو وعطى به لصاحبو علي ضربه وحده كانت يعني كافيه انها تؤدي بحياه علي. تجبد علي مسكين تماك الله يرحمه، مراتو هربات بقى تابعها في الشارع. الغوات والجرا شدوه الناس، جابوا البوليس داوه للبوليس. اشنو واقع؟ شنو المشكل؟ قال لهم مراتي كتخوني مع صاحبي كيخوني مع مراتي قتلته. كيحققوا معاها. قلت لهم هاد الكلام ما كاينش، هاد الشيء ما كاينش. انا ما بيني وبين علي حتى شي حاجه، علي ما بيني وبينه حتى شي حاجه، ما بيننا حتى شي حاجه غير كذوب. مراتو فاش بقاو كيسولوها قالت لهم انا ما بيني وبين علي حتى شي حاجه، ولكن انا عارفه شكون اللي دخل هاد الشيء لراس راجلي. قالوا لها شكون؟ قالت لهم مرت باه ما كانتش حملاني اصلا منين تزوجنا، ما حملاش علي يتزوج. فهي وخواتات مسعود كانوا دايرين لي المشاكل وكانوا دايما عندنا المشاكل، فانا متاكده انها عندها يد في هاد الشيء اللي وقع. البوليس قبل بعدا فاش العائله ديال علي عرفت ان مسعود اللي قتلو، يعني كيقولوا للبوليس ما يمكنش، راه مسعود وعلي راه بحال الخوت، راهم صحاب بزاف، راهم خوت. كيقول لهم هو اللي قتلو يعني، وما اعترف، هو قال لهم راه كيخوني مع مراتي، انا اللي قتلته. صافي جابوا خواتات مسعود ومرت باه، بداو كيقرروا فيهم، كيسولوهم. وحده من خواتات مسعود هي اللي اعترفت، قالت لهم حنا قلنا له بان مراتك كتخونك مع صاحبك، ومرت با هي اللي عمرات له راسو بهذا الشيء، وهذا الشيء ما كاينش، حنا غير كذبنا عليهم وغير خرجنا هذا الكلام لانه ما حملناش مراتو وماشي ما بغيناهاش وما صالحالناش وكذا وبغينا يطلقها. فمرت با هي اللي قررت وقالت لنا هذه الفكره ودرناها على اساس انه يطلقها، يعني ماشي لدرجه انه يقتل صاحبه. صافي تحكم على مسعود بالمؤبد، ولكن بعلي يعني منين عرف هذا الشيء اللي وقع وكل شيء تنازل على الحق ديالو، وبقى له 15 سنه الحق المدني، حكموا عليه ب 15 سنه. في المحاكمه فاش قالوا له يعني برئوا علي من الخيانه وبرئوا مرات مسعود من الخيانه، العقل ديال مسعود صافي تماك خرج من بلاصتو، يعني اصيب بالجنون، و15 سنه هو غير محبوس وحده، ماشي مع الناس حابسينه انفرادي لانه مجنون، مع انهم كانوا كيقولوا لا راه غير كيدعي الجنون باش يخرج وكذا، ولكن حتى منين خرج يعني استمر في هذاك الجنون ديالو، بقى مجنون. الغريب انه مرت باه مدوزه عليه الويل هو وخواتاتو اللي شهدوا معاها زور، وهو بالاخص مدوزه عليه الويل، يعني منين جات تهمت مراتك وخوك وصاحبك اللي هو بحال خوك، يعني كان خصك تفكر انه يعني باغا دير لك مشاكل ولا. ولكن للاسف علي كان كيدير فيه غير الخير، كان وقف معاه حياته كامله منين كانوا صغار، هو كان مهلي فيه، مدخلو لدارو، منعسو معاه وكل شيء. كانت هذه هي النهايه ديالو، انه قتلو بواحد الطريقه مسكين اللي ما يستاهلهاش. ومراته حتى هي صبرات معاه وقبلت على ظروفه وكل شيء، في التالي اتهمها بالخيانه، وهو كان الجزاء ديالو 15 سنه والعقل ديالو صافي مشى. فهذه كانت قصتنا من المغرب، البطل ديالها مسعود والضحيه اللي هو صاحبه علي ومراته، والبطل الاولى هي مرت باه، يعني هذا الحقد اللي فيها، يعني الراجل تزوج وخدام وكيدبر باش يخرج عليك من الدار ويخلي لك الدار انت ولادك شنو بغيتي، مازال ما نقولوا غير حسبي الله ونعم الوكيل. ونهاركم سعيد او ليلكم سعيد فوق ما سمعتوا الفيديو. الى اللقاء في قضيه جديده. باي باي.